ازيكم عامل ايه طلاب الصف الرابع ابتدائي؟ النهارده معانا فيديو جديد مع مستر محمود من كتاب المعاصر الترم الثاني. هنحل النهارده طبعا في الوقت المراجعه هنحل عندنا التيست العاشر اللي هو سيمبل تيست. طبعا كل يوم هننزل لكم فيديو جديد والحل وازاي نحل ونشرح واحنا بنحل الاسئله بتاعتنا. ركز معايا، ولو انت اول مره تشوفنا اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه عندنا بيجي لنا في الامتحان سؤال الليسننج. سؤال الليسننج دوت يعني الاستماع، يعني بيخش مدرس يديك النص وانت تسمعه وتحل عليه. طبعا بيقرأ لك النص مرة أو اتنين أو تلاتة، وأنت بتكون قارئ الجمل دي قبلها عشان تبقى جاهز إن أنت تجاوب. طبعا نص الاستماع بتاع التيست العشرة بيكون موجود في آخر الكتاب. عشان وقت الفيديو منقعدش نقرأ كتير ونعيد فيه، عشان كده حليتهولك سريعا، ولكن في الامتحان أنت بتتملاه. نخش على اللي تشوز اللي هو الاختياري. بيقول لك a knot is a long line of water that move to the sea. لازم نترجم على الأقل الجملة عشان نفهم هي بتقول إيه، نترجم على الأقل اللي إحنا نعرفه فيها. لونج لاين يعني خط طويل من الميه. ذات موف تو ذا سي بيتحرك للبحر او بيمتد من البحر. طيب عندنا كلمه فارم يعني مزرعه ما تنفعش، تاون مدينه، ريفر اللي هو النهر، ونت يعني شبكه صيد. يبقى طبعا هنا بيتكلم عن النهر اللي هو ريفر. طيب السؤال الثاني بيقول لك اتس ريني انه ممطر، يو نو درايف تو فاست، انك تسوق بسرعه، الدنيا بتشتي وتسوق بسرعه، يبقى لا يجب عليك. طبعا لا يجب يعني ايه؟ طبعا اللي هي shouldn't اللي هو لا يجب عليك. The soup tastes not and spicy. بيقول لك الشوربة بتكون إيه وحراقة، يبقى الشوربة بيكون إيه؟ بتكون سخنة hot and spicy. طبعا كلمة crowded يعني مزدحمة ما تنفعش، big يعني كبيرة ما تنفعش، quiet يعني هادئ برضو ما ينفعش. طيب نكمل مع بعض. السؤال رقم 4 بيقول لك نقط you go fishing 2 days ago. عندنا كلمة ago ديت من كلمة معناها منذ، من ضمن كلمات الزمن الماضي البسيط. الماضي البسيط عندنا بنسأل في السؤال بكلمة اسمها did. طيب رقم 5 نقط are houses, schools or offices where people live to or work. houses اللي هي المنازل، وschools اللي هي المدارس، office اللي هي المكاتب. where people live or work بيقول لك المدارس وطبعا المكاتب والبيوت والمنازل ديت مكان بنشتغل فيه. طب الحاجات دي عبارة عن ايه؟ activities أنشطة، ولا buildings يعني مباني، ولا كروبس اللي هي المحاصيل، ولا فيلدز اللي هي الحقول. طبعا المدارس والمكاتب دي عباره عن مباني يبقى اسمها بيلدينجز. ريسايكلينج هيلبس اس، اعاده التدوير بتساعدنا نقط البليوشن التلوث. اعاده التدوير تقلل التلوث. طب فين كلمه يقلل؟ اللي هي كلمه ريديوس يعني يقلل. طيب نكمل بعد كده سؤال ريد اند كومبليت ذا تكست. عشان نحل السؤال دوت المفروض ان احنا نترجم الاختيارات اللي فوق. كلمه باركس اللي هي الحدائق، كولرفول اللي هي معناها ملون، سيليبريت معناها يحتفل، بلاي يعني يلعب، ليدز اللي هو الايه الخاص. طيب شم النسيم is a special Egyptian festival. شم النسيم بيكون احتفال مميز في مصر او احتفال مصري مميز. on شم النسيم، في شم النسيم people know at the start of spring. الناس بتبدأ تحتفل بشم النسيم في بداية الربيع. طب فين كلمة يحتفل؟ احنا لسه قايلها فوق، يبقى كلمة celebrate معناها يحتفل. طيب families go to، العائلات تذهب فين؟ and enjoy the fresh air، وبيستمتعوا بالهواء النقي. طبعا بيذهبوا إلى باركس اللي هي الحدائق. يبقى رقم 2 باركس. they eat eggs، بياكلوا البيض، نوت onions اللي هو البصل and fish، بياكلوا البيض والخس والبصل، يبقى كلمة let's معناها الخس. children الأطفال نقط and run on the grass، الأطفال بيعملوا إيه؟ بيلعبوا، تبقى play بيلعبوا في العشب. شم النسيم is a happy day، بيكون يوم إيه؟ سعيد for everyone لكل شخص. طيب نكمل. عندنا السؤال الرابع طبعا الريد اللي هو القطعة، نقرأها كويس مرة واتنين عشان نعرف إن إحنا نحل، وهعلمكم إزاي نطلع الأسئلة حتى لو أنا مش عارف أترجم. فركز معايا أوي في الحتة دي عشان سؤال القطعة اسمه السؤال المضمون، إزاي أضمن درجة القطعة كلها كاملة. بيقول لك بيرث دايز، طبعا بيرث داي يعني اللي هو عيد الميلاد، are special days for everyone. بيقول لك عيد الميلاد بيكون يوم مميز للجميع. on this day في اليوم ده we celebrate the إيه طبعا في اليوم عيد الميلاد ده طبعا يوم في السنة we were born احنا اتولدنا فيه. families and friends gather to make the person feel happy. بيقول لك العائلات والأصدقاء بيتجمعوا عشان يخلوا الشخص سعيد. مين الشخص ده؟ اللي هو الشخص اللي عنده العيد ميلاد.
there are balloons موجود بيعملوا بالونات gifts هدايا and a birthday cake وطبعًا بيعملوا تورتة عيد الميلاد. children enjoy blowing out candles الأطفال بيحبوا إن هم ينفخوا الشموع and making wishes ويتمنوا أمنية. some families بعض العائلات play games بيلعبوا الألعاب take photos بياخدوا الصور or listen to music أو إن هم يسمعوا للموسيقى. birthday parties helps us show love to one another بيقول لك طبعًا اللي هي حفلات العيد الميلاد بتساعد إن هو يظهر الحب من الشخص للتاني. birthdays أعياد الميلاد makes everyone smile and feel special أعياد الميلاد بتخلي الشخص يبتسم ويشعر إن هو مميز. طيب تعال نشوف بقى الأسئلة إحنا خلاص قرأنا نبتدي هنشوف الأسئلة بتاعتنا. أول حاجة اللي هو الاختيار بيقول لك the main idea كلمة main idea يعني الفكرة الرئيسية. of the text about القطعة بتتكلم عن إيه عندنا؟ candles الشموع ولا balloons البالونات ولا families العائلات ولا birthday أعياد الميلاد؟ طبعًا هنا كله عمال يتكلم أعياد الميلاد واللي إحنا بنجيب لهم تورتة والكلام ده يبقى بنتكلم عن birthdays لأعياد الميلاد. طيب the underline word يعني الكلمة تحتها خط اللي هي كلمة gather دي can replace by ممكن نعوض عنها بكلمة اسمها إيه؟ إحنا قلنا فوق في الجملة عندنا كلمة gather معناها إن هم يتجمعوا مع بعض. فهنا كلمة يتجمع أو يقابل اللي هي كلمة meet معناها يقابل. طيب تعال نشوف بقى أسئلة الأنسر اللي بتقف قدامك كل دي. عندك summarize the text in one sentence لخص طبعًا القطعة عندنا في جملة، كلمة summarize يعني لخّص. غالبًا التلخيص ده بيكون أول سطر عندك اللي هو فين عندك أهو. هنا بيتكلم عن birthdays are special days for everyone. يبقى إحنا كده لخصناها يا مستر بنكتبه عندنا في السؤال رقم 3 بس كده. طيب السؤال رقم 4 why do families gather on birthday ليه العائلات بتحتفل بعيد الميلاد أو بيتجمعوا مع بعض ليه؟ واحد يقول لي أنا مش هاعرف أترجم يا مستر، هاقول لك شايف كلمة families gather دي؟ اطلع دَوّر عليها فوق، الموضوع سهل خالص أهو، نفترض أنت مش عارف تحل، اطلع دَوّر عليها فوق، أهو، هنقول أهو families and friends gather to make the present feel happy أهو، قُلنا السطر بتاعها كلّه اللي هو السطر بتاع الإجابة، الإجابة دي صح؟ طبعًا صح، يبقى ده السؤال رقم 4. أنا باعلّمك إزاي تحل أهو بطريقة سهلة. What do children enjoy on birthdays؟ الأطفال بيستمتعوا إزاي بأعياد الميلاد؟ هتقول لي مش عارف، هاقول لك دَوّر على كلمة children enjoy الأطفال يستمتعوا، تعالَ نشوفها فوق عندنا فين في القطعة، أهو هندوّر عليها هتلاقيها أهو children enjoy blowing out candles and make wishes بيستمتعوا إن هم ينفخوا البلالين ويتمنوا أمنية، يبقى إحنا طلعنا الإجابة من غير ما نتعب نفسنا، سواء بقى أنت عارف تترجم أو مش عارف أو سؤال وقف قدامك هتمشي بالطريقة دي هتلاقي نفسك عرفت الإجابة. اكتب لنا comment وشوف أنت فهمت والّا لأ. طيب تعالَ بقى السؤال الخامس ده مهم جدًا اللي هو بتاع الجرامر، طبعًا الجرامر عندك جميل وسهل، بيقول لك in the past طبعًا كلمة in the past معناها في الماضي، يعني هو بيقول لك أهو زمن ماضي، people not cars or buses لازم تكون مذاكر الجرامر. في الماضي الناس نقط والعربيات، الناس طبعًا عايزين طبعًا ننفي، هننفي ليه؟ عندنا كلمة not طب النفي بننفي في الماضي بكلمة اسمها didn't يبقى didn't have يبقى didn't have طب ليه جبنا didn't عشان هو ماضي وقال لك كلمة not يبقى عايز نفي. السؤال اللي بعده there are 10 طبعًا كلمة 10 يعني 10 يوجد 10 of water on the table أظن 10 كوبايات، طب كلمة جلاس دي مفرد يبقى نخليها جمع يبقى نقول glasses. The Noat Sports Day made all the students مبسوطين. طبعًا عايزين نجيب الصفة هتبقى exciting هنشيل الإي دي ونحط ing يبقى اسمها exciting. موضوع سهل خالص أهو. should we not to Bedouins stories عندنا كلمة should طبعًا إحنا عارفين should وshouldn't وcan وcan't بييجي وراهم الفعل في المصدر دي زي كلمة must كده يبقى هنشيل الing تبقى اسمها listen. هنضبطها بس. يبقى كلمة listen شِلنا الing أعتقد كده الموضوع سهل أهو. الجرامر أمره سهل وعرفنا إزاي نحل القطعة. الpunctuation ده السؤال طبعًا اللي بتضمنه في الامتحان برضه لأن هو سهل عامل الترقيم. يبقى أول حرف capital اللي هو بتاع كلمة يوسف عشان ده اسم وبنكتب بقية الجملة عادي خالص وفي الآخر بقى دي جملة خبرية أو جملة عادية بنحط في الآخر نقطة full stop. السؤال اللي بعده how many units do we have طبعًا عندك كلمة how هنعمل H capital ودي أداة استفهام يبقى في الآخر هنعمل question mark علامة استفهام. طيب
عندنا بعد كده بيقول لك اكتب 4 جمل اكتب 4 جمل بسم الله الرحمن الرحيم عن الإيميل. تمام؟ عندنا أول حاجة بتكتب هنا from من وإلى والمد. from اللي هو إيه؟ طبعًا الاسم اللي عندك. تعالَ نشوف هنا بيقول لك to your friend راضي about your birthday party. بتكلم صديقك راضي عن عيد الميلاد. your name is محمد and your email address is محمد. طبعًا ده الإيميل أدريس بتاعك، ده اللي أنت هتكتبه من اللي هو من إلى. هتشوف بقى تكتبه لمين؟ هتكتبه لراضي11 جيميل دي، دي هتتكتب هنا برضه. يبقى كده عرفنا نكتب إيه. طب الموضوع اللي هو الsubject، الموضوع عندنا اللي هو إيه birthday party اللي هو حفلة عيد الميلاد، يبقى دي هنكتبها في الsubject. بعد كده باكتب كلمة dear مثلًا عزيزي dear، وبعدها باكتب اسم اللي أنا هابعت له اللي هو إيه راضي. وبعد كده بابدأ أكتب بقى الجملة دي، أبدأ أكتب جملة افتتاحية، أتمنى إن أنا أكتب لك، وبعد كده باكمّل بقية الحاجة خالص، باكتب عن عيد الميلاد. وفي الآخر باتمنى إن أنت إيه، يكون عجبك الإيميل. بس كده بيكون موجود ورا طبعًا بقية الإجابات. كده وصلنا لحد آخر الفيديو. لو